بإمكانهم الحفاظ على هدوء أعصابهم أثناء ركلات الترجيح، فبالتأكيد ستظل هناك لحظات شك في عقول اللاعبين. التسديدة الأولى أهم تسديدة، ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس ويحطها في المرمى. ويلفريد يتقدم لتصويب الكرة بكل ثقة. هذه كرة ضايعة على الرغم من التكتيك الممتاز بعدما أرسل الحارس للزاوية الأخرى. والآن الفارق ركلتين، يحتاج إلى تسجيلها، إذا أهدرها معناها خسارة أخرى. توقع صحيح من الحارس لكن كان بالإمكان أفضل مما كان. أرسنال على بعد خطوة لتوسيع الفارق لضربتين، والفريق يضاعف الفارق. يعرف حتمية التسجيل للمحافظة على أمالهم في المباراة، خاصة والفريق متأخر بهدفين. تصدي المظهر من الحارس، بذل الحارس جهدا في متابعة الكرة في عينيه وقام بإنقاذ عظيم للكرة. هذه كرة القرار، كرة كل المشوار. وأخيرا يتقدم الحارس لتسديد الركلة. دائما هناك حرب نفسية بين الحارسين عندما يتعلق الأمر بتسديد ركلة الجزاء. كرة أخيرة تعطي الفوز للفريق. لقد أحسنوا بالتماسك حتى الوصول إلى ركلة الترجيح، لكنهم ربما يأملون لو أنهم لم يفعلوا، لأنهم سقطوا أمام ضغط ركلة الترجيح. لقد أظهروا روحا قوية في رأيي، لكن في النهاية لم ينجحوا في السيطرة على أعصابهم في ركلات الترجيح.